لو سمحت اروح العنوان ده ازاي؟ 53 شارع سوريا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا اخي. ايه يا حاج في ايه؟ المنطقه دي عايزه اباده يا ابني. ليه بس؟ سوء تخطيط من الحي، اهمال جسيم في النظافه، تدهور فظيع في البنيه التحتيه. لا بس وكمان بس بس هو حضرتك مهندس؟ لا يبقى محامي. لا دلوجي. ايه؟ دلوجي يعني لازم ادلو بدلوي في اي موضوع عام وابدي برايي في اي قضيه كبرى. معلش بس ممكن تقول لي اروح ازاي؟ يا سيدي سيبها انت بس على الله. اهي سيبها على الله ديت احنا بنستخدمها اسوأ استخدام. لا اله الا الله. يا ابني دلوقتي الناس بقت بتخلط بين التوكل على الله والتواكل، مع ان الدين بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ متصحصح معايا كده، بيقول اعقلها وتوكل. طيب يا مولانا خد انت الثواب ودلنا انا على الطريق. طيب قول لي قبلك. ها؟ ايه؟ قول لي الاول، انت قريت روايه الطريق لنجيب محفوظ؟ لا بس شفت الفيلم. اهي دي كارثه تانية. ليه ايه بالظبط؟ ان احنا سيبنا القرايه واستكفينا بالفرجه. حقك عليا حقك عليا. طب تعرف ان نجيب محفوظ نفسه طلع وصرح وقال انه مش مسؤول عن اي حاجه متاخده من قصصه ومعموله افلام، وانه يتحاسب بس عن اللي كتبه؟ يا فنان يا اديب، ابوس ايدك سيبنا دلوقتي من الطريق ودلنا على السكه، بس وحياه النبي ما تدخل بيا على مسرحيه سكه السلام. لا يا اخويا لا يا اخويا، انا ليا موقف حازم جدا مع المسرح. اروح منين؟ تروح فين؟ سكه السلام. العنوان يا شيخ، العنوان يا حاج، العنوان. انت مالك مستعجل كده؟ شكله مشوار مهم قوي. راح شغل. برافو عليك، الانسان لازم يعمل. خطوبه. مفهوم. هو الجواز نص الدين، ما قلناش حاجه، لكن في الزمن ده بقى صعب يا ابني تنفيذه. يا سيدنا يا ابني انت تعرف نسبه الطلاق بقت قد ايه دلوقتي؟ يا عم حرام عليك، انا لسه بقول يا هادي. يا هادي يا اخي، يا هادي والله ما قلناش حاجه. ايه ده وايه اللي انت داخل بيه ده؟ ما انا ما ينفعش ادخل وايدي فاضيه، خصوصا ان دي اول زياره. ايه ده؟ علبه حلويات؟ ايه مالها رخره؟ حرام ولا ضد القانون؟ لا مضره. ليه بقى يا دكتور؟ يا ابني افرض ابوها ولا امها كان عندهم سكر ولا ضغط، تدخل على الناس وتأذيهم ليه يا عريس؟ وجهه نظر، امال ادخل بايه؟ يا حبيبي دي شكليات وعادات وتقاليد بقت باليه، الراجل بشخصه يا جفاره بيه. انت مصر؟ دعواتك. الصراحه كده انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. ما فاضلش غير انك تكون بتضرب الودع. بلاش المشوار ده من الاساس. لا يعلم الغيب الا الله. يا ابني انت هتكفرنا على المسا. امال في ايه بس؟ الله يبارك لك، في ايه مالك؟ الصراحه كده انا محرج منك جدا. لخص. انا اهلي ما دخلونيش مدارس. نعم. مش ذنبي والله، مع ان طه حسين قال لك ايه بقى؟ بيقول لك ايه؟ ما تصحى معايا كده، شكلك جاهل ولا ايه؟ بيقول لك التعليم كالماء والهواء. اسكت. انت بعد كل ده وتطلع امي. بمناسبه الام، انا ممكن اكلمك عن فضل الام وعظمتها وجمالها وحنانها. يا ابني اسمع، جمال وحنان الام ما يتعوضش. ايه ده؟ هو زعل من ايه؟ والناس بقى خلقها ضيق قوي كده ليه؟ تعالى اقول لك. انت قلت لي ان انت كنت رايح شركه وعنوان، انت رايح تشتغل يعني؟ لا انت ما تعرفش، انت لازم تعرف ان 9 اعشار الرزق في في التجاره. عارف. ايوه انا عارف. ايوه انا عارف. ايوه انا عارف. لا وكمان لازم تعرف حاجات كتيره جدا عن الدنيا يا استاذ. لا اله الا الله، الناس بقت ليه كده؟ باخد خلقها ضيق ليه كده يا اخويا؟ يلا محدش بقى طايق كلمه للتاني. روح.